لو قلت لك إن في لعبة بسيطة جدا بس ممكن تخليك قاعد بالساعات ومش قادر تبطلها هتصدق؟ والأغرب إن اللعبة دي نازلة من زمان بس لحد دلوقتي الناس كلها بتلعبها وبتحبها. أيوة، أنا بتكلم عن لعبة هايل كلامب ريكن اللي هتخليك تتحدى الجاذبية وتكسر القوانين وأنت سايق في أصعب طرق العالم. اللعبة دي تعتبر من أكتر الألعاب اللي نجحت على الموبايلات في وقتها وكانت ترند زمان ولسه ليها جمهور بيحبها لحد دلوقتي. فكرتها بسيطة بس ممتعة جدا. أنت بتلعب بشخصية اسمها بي وبتحاول توصل لأبعد مسافة ممكنة بالعربية بتاعتك في طرق كلها طلعات ونزلات ومطبات. والحلو اللي فيها إنك مش بس لعب السباق، ده كمان فيها فيزيكس وجامد جدا. يعني لازم تتوازن بين البنزين والوقود والتوازن بتاعك علشان ما تتشقلبش. من اول ما بتبدأ هتلاقي عندك كذا عربية، من اول موتوسيكلات لحد التانك ودبابات وعربيات، وكل عربية ليها ميزة مختلفة. وكمان تقدر تطور العربيات بتاعتك، تطور الموتور، المحرك، العافية، نظام التعليق والجنزير وقوة التماسك وحتى البنزين. وكمان فيها طرق زي الخرائط كتير جدا زي الصحراء والتلج والقمر والمريخ، وكل مكان فيهم ليه تحدي مختلف. يعني اللعبة حرفيا مش بتزهق منها خالص. طب ليه الناس لسه بتحبها لغاية دلوقتي رغم ان اللعبة نازلة من سنين؟ بس التحديثات اللي بتنزل عليها كل شوية والتنوع في العربات والمراحل خلى الناس كلها مدمنة عليها. وكمان اللعبة شغالة على اي موبايل، حتى لو موبايلك ضعيف وخفيف وسريع مش بتسخن الجهاز اللعبة دي. وطبعا لو عاوز تجرب اللعبة بنفسك سبت لك الرابط التحميل تحت في الوصف، شغال على الاندرويد. جربها وقول لي وصلت لحد فين في اللعبة. ولو عجبتك اللعبة وحسيت انك اتسليت متنساش تدوس لي لايك وتشترك في القناة علشان يجيلك كل جديد. وسيب لي في الكومنتات ايه اكتر عربية بتحب تلعبها في لعبة هاي الكلام. وكمان لو عاوز اي لعبة انت محتاج نجربها مع بعض اكتب لي في الكومنتات اسم اللعبة. وكان معكم معتز ياسر واشوفكم في فيديو جديد، ويلا سلام.